أعالي جبل زرهون حدا مكناس كاينه واحد القريه صغيره كتشوفها من بعيد بحال لوحه معلقه وسط الخضوره والطبيعه. وسط هذه القريه كاين ضريح مشهور سمعته دايزه من جيل لجيل، سيدي علي بن حمدوش. الناس تيهضروا عليه كولي صالح عاش في القرن 17، واحد الرجل اللي عاش حياته في الزهد والتعبد وخلى اثار كبير حتى ولا عنده اتباع وطريقه صوفيه سميتها الحمدوشيه. هذه الطريقة معروفة بالموسيقى ديال الطبل والغيطة وبالحضرات اللي تتوصل للناس لحالات من الجذب والروحانية. الزاوية ديال سيدي علي بن حمدوش ماشي غير جامع وضريح، هي بحال شي مجمع صوفي فيها المسجد، قبة الضريح اللي كيجيو ليها الزوار يطلبوا البركة، وساحات كيتجمعوا فيها المريدين للطواف والذكر. البني بسيط ولكن الروح اللي تدور فيه عامرة بالرمزية. طريق للزاويه ضيقه تطلع على واحد الواد صغير والجبال دايرين بها من كاع الجويل. المنظر طبيعي ساحر، كأن المكان مختار باش يعطي للزائر احساس بالهيبه والرهبه. مورا ذكرى المولد النبوي ب7 ايام هاد القريه تتبدل، تيقوم السم الموسمي، الخيام، موالين البخور، الحنه، اتاي، اللحم وحتى ادوات غريبه تستعمل في الطقوس. كيجيو الناس من كاع الجوايه، فقراء، تجار، طوائف صوفية، عيالات، رجال، حتى مغاربة العالم. كل شي تيجي باغي يطلب شي حاجة، اللي باغي يبرى من المرض، اللي باغي يولي عنده الزهر، اللي باغي يولد الدراري، واللي جاي غير باش يتفرج. الليل تبدا تسمع السماع والحضرة، الطبول تتضرب، الغيطة تتنوح، والأصوات تتعلى بالذكر. شي ناس تيتمايلوا، شي وحدين تيطيحوا في التخميرة، وشي وحدين تيبدلوا النبره ديال الصوت ديالهم بحال الا شي حاجه داخله فيهم. ولا العكس، العيالات خصوصا تيجيبوا الندور، تيذبحوا الدجاج ولا الحواله وتيخليو الدم ديال الاضحيه تيسيح في هذيك البلاصه. الموسم ماشي غير ذكر ودعاء، كاين واحد الجانب شعبي قوي. تتلقى الشوافات اللي هما عيالات جالسات في الخيام وتيقراو الكف ولا تيستعملوا البخور باش يفكوا السحر. كاينين الندور اللي هما واحد الناس تيذبحوا الذبائح، يفرقوا اللحم على الفقراء ولا تيخليوه محطوط حدا الضريح. كاين التخميره، هي الحضرة اللي تتوصل الناس لحالة من اللاوعي، يفسروها أنها علاج من أمراض نفسية وروحية. قناوة ولا عساوة هما واحد الطوائف أخرى تيتلاقاو هنا، كل وحدة بالطريقة ديالها الموسيقية والروحية، وتيولي المكان مسرح كبير ديال الأصوات والطقوس. الموسم عنده حتى بعد اقتصادي، الناس تجي تبيع وتشري، اللي تيبيع البخور، العشوب، الجلود، الحنة وحتى أشياء رمزية بحال السوارت ولا التماثيل. بالنسبه للزوار الموسم تيولي بحال الفراجه، موسيقى، رقص، طقوس غريبه، واحد العالم ممتلئ بالرموز والاساطير. الزاويه في الاصل كانت مركز صوفي للذكر والعباده، ولكن مع الوقت اختلط فيها الديني بالاسطوري والروحاني بالعلاجي، حتى ولات عندها سمعه مزدوجه. شي وحدين تيشوفوها انها مقام مقدس تتقربوا به لله سبحانه وتعالى، وشي وحدين تيشوفوها انها مسرح للشعوذه والسحر. الاكاديميين اللي درسوا الموضوع مزيان بحال فينسون غرابنزانو فسروا هذه الطقوس كطريقه علاج جماعي للاضطرابات النفسيه والاجتماعيه. يعني الحضره والتخميره ماشي غير شعوذه، ولكن وسيله قديمه ديال العلاج والتنفيس. سيدي علي بن حمدوش ماشي غير ضريح، هو مرآة ديال الثقافه المغربيه بكل تعقيداتها، صوفيه وزهد، اساطير وخيال، علاج جماعي وفرجه شعبيه، سوق اقتصادي ومجال اجتماعي مفتوح. اللي تيمشي ليه تيخرج بشي احساس خاص،
يا اما تيخرج من باهر ولا خايف ولا مرتاح نفسيا، ولكن مستحيل يخرج كما دخل.